كشف الفنان محمد رمضان في تصريحات صحفية عن تفاصيل شخصيته في فيلم على الزيرو، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية رجل يدعى دراجون، وهو بسيط ملتزم في بيته ويراعي ابنه بعد وفاة زوجته، بجانب أنه يلعب مزيكا والديجي ويقضي حياته في السهر، ولكنه ملتزم بمتابعة ابنه في المدرسة. وتجمعه قصة حب بالفنانة نيللي كريم، لافتاً إلى أنه يقدم خلال الأحداث أغاني عديدة. بينما تجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث فيلم على الزيرو دور طبيبة تعمل في المستشفى التي يتلقى فيها نجل محمد رمضان للعلاج. فيلم على الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جمانة مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد، وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم. وتأليف مدحت العدلي وإخراج مندو العدلي. ويناقش الفيلم قضية هامة، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي. وسوف يعرض الفيلم في عيد الأضحى بأمر الله. ويعرض لمحمد رمضان حاليا في السينمات فيلم هارلي، ويشارك في بطولته مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كسب، إسماعيل فرغلي، حسني شتى، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبد القادر. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن حول هارلي، مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة. وقدم محمد رمضان في رمضان الماضي مسلسل جعفر العمدة، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كسب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنت، عصام السقا، فريدة سيف الناصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف آل النصر، جوري باك، طارق آل النهري، أحمد عبد الله، إحسان آل التركي، وضيفي الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. فيلم على الزيرو بطولة محمد رمضان وعدد كبير من نجوم الفن، منهم نيللي كريم، جمانة مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد، وآخرون من الفنانين. وهو من تأليف مدحت العدلي وإخراج مندو العدلي وإنتاج جمال العدلي. والفيلم يناقش قضية مهمة للغاية، حيث يناقش قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي، بجانب احتواء الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن والكوميديا.